السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله، وحدوا الله، وصلوا وسموا على رسول الله. سموا بالله، وحدوا الله، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضة الكبيرة، والنهارده عمر الفراخ 37 يوم. عمر الفراخ البيضة النهارده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، 37 يوم. عمر الفراخ 37 يوم. فراخ الحمد لله كنت ماليه علافات على الاخر، فراخ واكله اهي. طبعا اعزكم الله قبل بس ما يختفي الحمام، اعزكم الله الحمام اهو، اعزكم الله طبعا الحمام اهو. الحمام بتاع الفراخ الطبيعي اللي بنشوفه، يعني الحمام بتاع الفراخ هنعدي تاني لسه حالا تاني اهو يا جماعه، الطبيعي اللي بنشوفه. عزكم الله طبعا على المنظر، بس لازم ناكد على الحمام. عمر كبير عمر صغير لازم ناكد على الحمام. الفراخ الحمد لله الحمام كويس، والحمد لله برضو الموضوع بتاع البرد راح منهم برضو 60-70% يعني، بس الحمد لله الحمد لله. طبعا بقى انتوا عارفين ان انا كان عندي مات 4 ودول كان 40 فرخ، وانا ذبحت واحده شويتها اتبقى 35. خرجت النهارده 3 لاصحابات نصيبهم. طبعا احنا متعودين لما بنعمل اي حاجه ربنا كرمنا بدوره فراخ بنخرج منها يا جماعه. فانا خرجت 3 عشان ربنا برضو ما يسالنيش. خرجت 3 زي ما متعوده بخرج في كل دوره، خرجت 3 لاصحابات نصيبهم، يعني كل حاجه لوجه الله، مش عشان بس ايه الناس اللي عندها حاجه او ربنا كرمها في حاجه تخرج. لو حاجه واحده يا جماعه، لو فرخه، لو اي حاجه فراخ بتبيض عندك، اي حاجه خرجي منها عشان ربنا يبارك لك في حاجتك للي مستحق، وانت وبايدك انت ماشي. المطلوب مني بقى دلوقتي انا عندي كده اللهم صل عليك يا نبي 32 فرخه. احتمال انا مطلوب مني فراخ يعني دلوقتي وانا بصور معاكم كده احتمال اخرج 10 فراخ. ما خرجتش يبقى بكره، يعني احتمال مثلا اجي اصور معاكم العمر ال 38 هيبقوا ممكن يكونوا موجودين لسه، يعني لسه ما عرفتش صاحبتهم هتاخدهم النهارده ولا بكره، لان هم الاول كده مطلوبين 10، ممكن يبقى في 10 كمان او مش ممكن. انا مطلوب مني بس لسه ما حددتش هدي ال10 التانيين ولا لا، لان انا لو بعت 20 هيبقى معايا 12 واحده ليا انا. فلو انا يعني لو انا بعت 10 واكتفيت بالباقي ليا هشوف برضه. عايزه اقول لكم والله العظيم قسما بالله انا بصور معاكم الفيديو ده وعندي فراخ من الدوره اللي مشيت في الثلاجه في الفريزر، والله العظيم عندي فراخ لسه من الدوره اللي مشيت في الفريزر. فاللي حاكمني انا ما كنتش ابيع حاجه، بس هو اللي حاكمني الفريزر مش ما فيهوش مكان، يعني في حاجات كمان حطها سمنه وحاجات ومفضيه 3 هو كله 6 دراج، مفضيه 3 دراج بالدرج من اللي هو اللي فوق ده، بس مش درج بيبقى فوق كده مفتوح بس. فانا مش عارفه بقى لسه برضو ما قررت. هو احنا كده في النيه ان هم 10 خارجين، ال10 التانيين بقى خرجت حاجه برضو هتبقوا انتوا معايا واقول لكم. المهم النهارده العمر 37 يوم، وعامله خلطه ممتازه جدا جدا للفراخ تغير من طعم الفراخ بقى، ونتبلها كده قبل ما نذبح ونرفع المناعه ونزود الوزن ونفتح الشهيه، وضد حيوي طبيعي ومضاد سموم، فيتامين سي، مضاد حيوي اللهم صل على النبي، ايه تاني، مضاد حيوي طبيعي وفيتامين سي ومضاد سموم ورافع مناعه. والخل طبعا مضاد سموم يا جماعه برضو ممتاز جدا وبيحافظ على الفراخ اهي يا جماعه. توم وبصل وليمون وبنجر وخل، توم وبصل وليمون وبنجر وخل، ضربتهم في الكبه. عايزين تصفوهم وتاخدوا العصاره على الميه ماشي، عايزين تحطوهم زي ما هم كده على علف ماشي، يعني انا هكتفي بيهم على العلف، لان برضه انا زي ما بعمل مع الكتاكيت البيضه الصغيره بعمل مع الكبيره، مع الفراخ الكبيره الصغيره البيضه برضه زي ما انتم شايفين كده. كنت انا حاطه برضه للكتاكيت البيضه عسل وخل الصبح، وبرضه نفس الطريقه كنت حاطه عسل وخل هنا برضه الصبح. فطبعا دلوقتي هنحط ميه نضيفه بس زي ما ايه هنعمل برضه عند الكتاكيت البيضه، هنحط برضه ميه نضيفه بس، ده زي ما بعمل عند الكبار بعمل عند الصغيرين. فاحنا هنحط بس ميه نضيفه ونقلب الخلطه دي بقى ونزود كده في العلف، وتبقى بسم الله ما شاء الله خلطه كده بتخلي الفراخ تزيد في الوزن وتفتح شهيتها وممتازه جدا جدا. وعايزه اقول لكم هتفرق عفوا نهار من الليل، عايزه تعمليها في اي وقت تعمليها، صبح بالليل زي ما انتوا عايزين تعملوها. هو في الصيف بس اللي بنعملها بالليل وبكميه بسيطه عشان البصل ما يحررش جسم الفراخ ويسخنها،
ماشي. لكن في الشتاء الحاجات دي بتدفي الفرخ وبتخلي تفتح شهيه الفرخ يا جماعه. عايزين تعملوها بالنهار بالليل في الشتاء مش هتفرق، لان احنا في الشتاء ما تقلقوش يعني. سموا بالله وصلوا على رسول الله. عايزه اقول لكم الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كله من فضل ربنا طبعا، ثم دعوات متابعينا المحترمين. فراخ زي الفل بالصلاه على النبي اهي اهي. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. بصوا بقى جسم الفراخ، خشوا بقى بصوا على جسم الفراخ كده، جسم الفرخه. انتوا قمتي ليه يا حبيبتي؟ بصوا يا جماعه، بصوا جسم الفرخه، بصوا جسم الفرخه بيحمر ازاي. بصوا بصوا ليه بقى مش مكتوم مش مزرق. بصوا عايزه اوريكم بس تاني حاجه. بصوا جسم الفراخ اهو، بصوا بعمل لكم زوم اهو. جسم الفراخ اهو مش مكتوم مش مزرق. لازم تخش تبصي على جسم الفراخ، على اللحم بتاع الفراخ كده تشوفي. لو في جسم لو الفرخ مزرق حط مضاد سموم. لو ممكن يكون كتمه مكان او سموم في العلف، اتصرفي بسرعه، ما تسيبيش فراخك لما يجي لها احتباس حراري وتموت من كتمه المكان او من سموم في العلف. جسم الفرخ لو مزرق هما من الحاجتين دول، لو المكان مكتوم عليهم والجو حر عليهم زياده مفيش تهويه كويسه، او سموم في العلف. في الوقت دي بنحط مضاد سموم من بيطري. لكن لو انت زي كده وخلاص هتذبحي يعني بحط مضاد سموم ممكن كل اسبوع مره ولا مرتين. بس انا دلوقتي شغاله بالخل، خل 5%، احط 10 سم على لتر الميه. فخلي بالكم في حاجات مهمه زي ما قلت لكم قبل كده، يمكن انا قلت الكلام ده كتير وبكرره تاني للناس اللي دخلت القناه عندي جديد. في حاجات مهمه في تربيه الفراخ البيضاء، مش ميه وعلف وننزل، نظافه وتهويه وتدفئه، وتشوفي الحمام بتاع الفراخ وتسمعي صوت الفراخ ان كان في برد، في خنفره، في عطس. طبعا اللحم بتاع الفراخ تبصي عليه تشوفيه مزرق ولا مش مزرق. يعني حاجات مهمه يا جماعه، حاجات مهمه لابد على. بصوا فرخه انا بعمل لكم زوم. بصوا الفرخه، بصوا الفرخه لحمها احمر ازاي، مش مكتوم ولا محبوس ولا مزرق. بصوا المفروض كده. بصوا هناك اهو برده من بعيد اهو كمان مش مقربه، انا عامله لكم زوم والله. فلازم تبصوا على الحاجات دي يا جماعه، مهمه جدا. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بقى نغير الميه ونحط ميه نضيفه بس. وزي ما انتم شايفين هنفضي العلف الباقي ده لانه ما كانش عليه حاجه، هنفضيه ونكمل عليه ونحط الخلطه. اول حاجه حطيتها الميه. شوفوا بقى سبحان الله، رغم ان كان في ميه موجوده وكل حاجه، بس بصوا اول حاجه حطينا الميه بس. طبعا بقى اهي زودنا علف، فضينا العلافات اهو وزودنا علف وحطينا بسم الله ما شاء الله الخلطه الخلطه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى زائد واول حاجه واهم حاجه البرد. لو بقى الفراخ عندها برد وعملت الخلطه دي 3 ايام كل يوم مره، يا سلام بقى يا سلام. انا عملتها والله 3 ايام بقيت ابص يعني الحمد لله الدنيا خفت معايا كتير عن الاول. الفراخ راقت عن الاول. بس لو انت بقى عملت الخلطه دي ممتازه جدا كمان للبرد، ممتازه جدا للبرد عند الفراخ. يعني جميع الجهات، زياده وزن، فتح الشهيه، مضاد حيوي، مضاد سموم، رافع مناعه، فيتامين سي، بتحافظ على الفراخ من البرد، ممتازه جدا جدا جدا. صلوا على رسول الله. وهنقلبها بقى ونفضي في العلافات. بصوا بقى عايزه اقول لكم قلبتها كده خليتها كلها لفت مع بعضها. عايزه اقول لكم الخلطه رغم ان احنا ما فضناش يعني ما صفناش السايل وحطيناها كده بكمالياتها بكله على العلف. بصوا بقى، بصوا ايدي، بصوا ايدي، ولا مثلا ملزقه ولا مثلا ميه ولا الخلطه فيها حاجه. بصوا مفرفطه اهي. بصوا بوريها لكم برده اهي بالصلاه على النبي. خلطه ممتازه 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 اهي. هياكلوا بقى الفراخ دي وهيدعوا لك لو عملت الخلطه دي. الفراخ بتاعتك دي هتاكل وتدعي لك بصوا يا جماعه ايدي ناشفه ما فيهاش اي حاجه. ماشي. صلوا على الرسول. وهنفرغ في العلافات. بصوا بصوا الفراخ مع ان كان العلف موجود. بصوا الفراخ الريحه بس. بصوا الفراخ بتيجي ازاي، الفراخ كلها بتيجي. بص الريحه بس غنيه ان الفراخ. البصل يا جماعه بيشد الفرخ، الريحه بس بتخلي الفرخ يجي على على العلافات. بصوا الفراخ كلها بتتحول فين احط لكم بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل عليك يا نبي. يا حبايبي اول علافه، وادي تاني علافه اهي، وادي تالت علافه اهي. حطينا بسم الله ما شاء الله 3 علافات اهم وسقيتين اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله. خلطه ممتازه جدا لرفع الوزن، كويسه جدا لفتح الشهيه، ممتازه وخيال وسحر جدا للبرد. بصوا
دي بقى بيدل ايه، يعني انا قبل ما بصور معاكم اللي بيخليني ابدا معاكم الفيديو بقى واوريكم مثلا الاول اعزكم الله الحمام، وبعد كده اوريكم ان في ميه، في علف، يعني في اكل، لا بجوع ولا بعطش، العلف موجوده اهي يا جماعه والميه موجوده. بس تفرق بقى لما تلاقي الفراخ بتشم بس الريحه بتاعه البصل بتيجي جري على العلفات زي ما انتم شايفين كده. فدي ممتازه جدا جدا يا جماعه، عايزين تعملوها كل يوم، مش ما لهاش ضرر، ممتازه. عايزين تعملوها مرتين 3 في الاسبوع، ممتازه، حسب ما انت عايزه اعملي، بس يا ريتك تعملي لانها بجد خيال في رفع الوزن ومضاد حيوي طبيعي من الدرجه الاولى، وكويسه جدا جدا وممتازه للبرد طبعا. ماشي. طبعا الثوم والبصل والليمون والخل والحاجات دي غنيه عن التعريف، يعني يعتبر تربيه الفراخ البيضاء متوقفه على الموضوع ده، وتربيه الفراخ البيضاء متوقفه على الموضوع ده. البصل والثوم والليمون بيجذبوا الفراخ الريحه بس انها تاكل. يلا حبايبي، دي الفيديو بقى بتاعنا كان النهارده، يا رب اكون قدمت لكم حاجه استفدتوا منها واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يشترك في القناه فضلا وليس امرا، حط لنا اللايك ويبقى جزاكم الله كل خير، وربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.